السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في غابة كبيرة كانت عايشة عيلة كبيرة من دببة الكوالا الجميلة. عيلة هادية وبتحب بعضها وبيقضوا أوقات مع بعض لطيفة. كل يوم الصبح كل الدببة الصغيرين كانوا بيلعبوا مع بعضهم وبيتكلموا عن الغابة وعن الحيوانات اللي عايشة معاهم. وفي يوم والدببة الصغيرة متجمعين جالهم غزالة صغيرة سألتهم عن الطريق لأنها تايهة وعاوزة ترجع البيت بسرعة. الدببة كانوا كلهم كسلانين جدا ومش عايزين يمشوا معاها، لكن كان في دبة اسمها لونا قررت تساعدها وتروح معاها. الغزالة كانت قلقانة وخايفة واتبسطت إن لونا وافقت تساعدها. لونا والغزالة مشيوا مع بعض وقعدوا يدوروا على بيتها، وهم ماشيين اتكلموا مع بعض كتير، وبعد شوية تعبوا. لونا كانت عاوزة ترتاح، لكن الغزالة عاوزة تروح قبل عيلتها ما يقلقوا. الغزالة أقنعت لونا ما يرتاحوش ويكملوا مشي لحد ما يوصلوا. لونا مرضيتش تزعلها ومشيت معاها تاني، وكانوا على بيتها بيدوروا لحد ما الليل دخل عليهم. ولونا ما كانتش شايفة كويس طريقها وكانت عاوزة تنام للصبح، لكن الغزالة اتحايلت عليها وأقنعتها تاني. فضلوا ماشيين لحد ما لونا من التعب والجوع وقعت ورجليها اتعورت وقعدت تعيط جامد وطلبت من الغزالة يرتاحوا وتساعدها. لونا قعدت في كهف صغير ترتاح لحد ما تبقى أحسن وتقدر تمشي. وبعد شوية الغزالة قالت لها يا ريت نقوم نكمل لو حسيتي إنك ارتحتي. وقتها لونا كانت فعلا محتاجة للراحة واتضايقت من الغزالة جدا، وقالت لها إنها متضايقة منها لأنها كانت بتضغط عليها دايما. ولما الغزالة سمعت كلام لونا عملت حاجة لونا ما توقعتهوش، سابتها ومشيت تكمل على بيتها لوحدها وسابتها متعورة ما همهاش. لونا فضلت تعيط طول الليل، ولما الصبح طلع روحت بيتها. كان شكلها حزينة وتعبانة، ولما وصلت هناك شافتها مامتها وسألتها على اللي حصل. لونا حكت لها كل الحكاية من أول ما بدأوا الطريق وإزاي الغزالة سابتها في النهاية. ماما حضنت لونا وطبطبت عليها وقالت لها ما تزعلش أبدا، هي عارفة إن الغزالة ضايقتها، لكن على مساعدتها ما تندمش. قالت لها لازم تتعلم تاخد بالها من نفسها وتعمل اللي محتاجاه، وما تخليش حد يضغط عليها في حاجة ويخليها تعمل اللي مش عاوزاه. وقتها لونا اتعلمت الدرس وإنها لازم تاخد بالها من نفسها هي كمان، ومهم جدا تساعد غيرها لكن ما تعرضش نفسها للخطر وتبقى في أمان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.